مساكم الله بالخير في حلقة جديدة من خلطات أبو عاكف السرية. اليوم طبقنا طبق مميز، تعالوا شوفوا المقادير ونتكلم عليه. طبعا مقادير اليوم قلنا الطبق كفتة الدجاج بخلطة أبو عاكف السرية. مقاديرها كالتالي: دجاج مفروم 400 جرام، كزبرة أو بقدونس اللي عندك، بصل، فليفلة كلها فرمناها، ونص طماطة أو طماطة كلها واحد. طبعا نحتاج زيت وفلفل أسود وبابريكا وملح. نبتدي بالخلطة مرة واحدة نسويها طبعا احنا بنسويها في الصحن هذا، فمرة واحدة بنسوي الخلطة جميعا. نحط أول شيء الزيت، لأن تعرفوا أنتم الدجاج صدور الدجاج ما في زيت، فاحنا نحاول نحط اللي هو الآن نحط الأغراض كلها أول، وبعدين نملح. حطينا أغراضنا، الآن نحط الملح طبعا على حسب الذوق، يعني كل واحد على حسب ذوقه، زيد ونقص على كيفك. طيب فلفل أسود، هذا راح في الخراب بعد ما حد بحاله. طيب بابريكا شوي بس خلاص. طبعا ذا كله نخلطه مع بعض وبعدين نحطه في الخبازه، كله ينخلط مع بعض خليه يتجانس. هو نفسه يقول لك كلهم في واحد مثل ما يقول ذا. خلاص نخلطهم مع بعض كذا. ها يا سلام يا سلام. نعدل طبعا الكفتة حق نحطها في الخبازة. الآن نحطها في الخبازة ونصبر عليها تقريبا من 10 دقائق إلى ربع ساعة. نشيك عليها كل 5 دقائق، نشيك عليها، نصبر شوي بعدين نرجع لكم. مع السلامة، يا سلام عليكم. طبعا بعد مرور 10 دقائق من وضع الكفتة، طلعوا شلون؟ الله 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 الله. وهذه كفتتنا، كفتة الدجاج بخلطة أبو عاكف السرية. طبعا يبغى لها خبيزات مع شوي كاتشب حركات، ونقول عوافي علينا وعليكم. ودعتك الله يا نظر عيني. يلا مع السلامة، ونشوفكم في حلقة أخرى إن شاء الله. وهذه كفتتنا.